مصر ام الدنيا، زي ما فيها الصعايده والفلاحين والنوبيين كمان فيها بدو مصر ليهم تراث وعادات وتقاليد وكمان اكل مميز جدا. وانا هنا في اسكندريه رحت على واحه الجراري، مش هم لوحدهم اللي بيقدموا الاكل البدوي، عن تجربتي الشخصيه هم متميزين قوي في الحته دي. ده غير ان مكانهم جميل وديكوراته تحفه جدا وفي اماكن كتيره للتصوير وكلها جو تاني، والاهم ان في باركنج بره. هي فعلا واحه لان انت بتخش هنا بتنسى نفسك، تاكل وتشرب وتتبسط على الاخر. اول ما تدخل على يمينك هتلاقي كيدز اريا صغيره كده، هي فيها بتاع 5-6 العاب يعني، بس طول الوقت العيال كانوا هناك. اما في وش البوابه بقى اول ما تدخل هتلاقي شلال ميه شكله جميل جدا، مدي جو للمكان حلو قوي، جو كده يخليك تتصور صور تحفه جدا بالنهار، وبالليل لما الشمس تروح بيشغلوا شويه اضاءات على نفس المكان ده عشان يبقى اجمل واجمل في التصوير. سيبك من كل ده، انا دخلت تفقدت المكان كله. لو انت ما بتحبش تقعد قعدات عربي هتلاقي فيه ترابيزات وكراسي حوالين نافورتين ما بينهم زي بريد، شويه لايت سيستم حلوين. بس انصحك طالما هتاكل اكل بدوي يبقى تقعد قعده عربي. جو القعده العربي هيخليك تحب المكان وتحب الاكل اللي انت بتاكله اكتر بكتير. احنا كان عددنا صغير، كنا تقريبا 8 افراد، فخدنا القعده اللي هي الصغيره تبقى متقفله وكانك في خيمه، واللي تقريبا بتشيل حوالي 8 افراد. ودي المنيو بتاعتهم اللي لاحظته ان اقل حاجه تقدر تطلبها هي نص كيلو. لو انت اكيل قوي مش هتقدر تكمل الوجبه النص كيلو، فانصحك لو انتوا كنتوا 3 افراد اطلب وجبتين بس، لان كمان هو بينزل لك شويه سلطات وعيش ومخللات بانواعها. بس يكون احسن ان انت تقول له ينزل لك الحاجات دي كلها مع الطبق الاساسي مش قبله، لان من كتر ما هي حلوه انت ممكن تنسى نفسك وتخلص عليهم قبل ما الطبق ينزل لك. وده اللي حصل فعلا معانا، ما كناش قادرين نوقف اكل في السلطات. مش كده وبس، احنا عملنا رجاله قوي وكل واحد طلب نص لوحده. وده الحمام المحشي، ودي المكرونه المبكبكه مع اللحم الضاني، عشان في منها نوعين، في منها مع لحم ضاني وفي منها مع شمبري، ودي مع الشمبري. وده بقى الديك الرومي. الاكل كله كان تحفه، بس طبعا ما قدرناش نكمله. بس سيبك من كل ده، الشاي الزرد عندهم مالوش حل. بينزل لك صينيه فيها شاي احمر وشاي اخضر. انا في حياتي ما شربت الشاي بالطعامه دي، الشاي مظبوط ظابطه وبالنعناع. بينزل لك كمان شفشق ليمون بالنعناع تحفه. بصراحه انا اتبسطت جدا اليوم ده، المكان فعلا يستحق التجربه. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاكسبلور، شجعوني وتابعوني عشان انزل حاجات اكتر. سلام.